حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن النتائج السلبية لعادة التار في الصعيد، سواء على عيلة القاتل أو عيلة القتيل أو على أهل البلد كلهم. لما بتحصل حادثة قتل عندنا في الصعيد، ولما عيلة القتيل تدفن الميت، مش بيعملوا له جنازة ولا بيتقبلوا العزا من أهل البلد، ويقول لك العزا مرهون بالتار، يعني مش هيتلقوا عزا في ولدهم غير لما ياخدوا تاره. وبيبدأ من اليوم ده طقس الأخذ بالتار، وبيكونوا العيلتين سواء أهل القاتل أو أهل القتيل في حالة توتر وقلق. عيلة القتيل مش قادرين يطلعوا من بيوتهم علشان طبعا مكسوفين يواجهوا الناس والعائلات التانية اللي في البلد، وخايفين من نظرات الناس ليهم وكلامهم عليهم، واللي بيحمل معنى واحد، إن عيلة القتيل ضعيفة ومش قادرين ياخدوا حقهم. وممكن أي حد من عيلة تانية يعايرهم ويقول لهم روحوا شوفوا فلان اللي قتل ولدكم، وده برضه ممكن يكون سبب في طار تاني بين العيلة دي والعيلة اللي بتعايرهم وتذلهم. علشان كده عيلة القتيل بتتجنب الاحتكاك بالعائلات التانية في القرية لحد ما ياخدوا طارهم. عيلة القاتل طبعا بتعيش في حالة خوف ورعب، ومتوقعين في أي لحظة إن أي حد فيهم ممكن يتقتل. علشان كده بيكون خروجهم من بيوتهم بحذر، ومش بيطلعوا بالواحد، لا، دول بيكونوا جماعات مع بعضيهم، وبيكون منهم ناس بتراقب الطريق أحسن حد من عيلة القتيل يكون متضاري في أي مكان. ولما يجي الليل والضلمة بيكون الخوف أكتر، وبيبقوا عاملين حوالين بيوتهم أكمنة وحراسات من رجالتهم طول الليل، أحسن حد من عيلة القتيل يخترق الكمين ده ويقتل حد فيهم. وطبعا النتيجة إن حال العيلتين دول بيوقف، يعني الشباب يبطل يروح المدارس، والموظفين ما يروحوش عملهم، والفلاحين ما يروحوش زرعهم، لدرجة إن الأرض بتنشف والمحصول بتحرق الشمس، لأن طبعا محدش بيروح يسقي الأرض أو يراعي المحصول، يعني خراب من كل النواحي. اعمل لي شاي تقيل حبر يا مرعي، الهم تقيل قوي يا ولدي. ونرجع لمرجوعنا. طبعا حادثة القتل دي بتكون على غفلة، وممكن العيلتين ما يكونوش عاملين حسابهم، يعني مش معاهم سلاح كفاية ياخدوا بيه التار، ولا معاهم سلاح يحرسوا بيه نفسيهم وبيوتهم. والسلاح بالرغم من إنه أداة للشر إلا إن ثمنه غالي قوي. عشان كده لو مش معاهم فلوس كفاية ممكن يبيعوا مواشي أو يبيعوا أرض علشان يجمعوا فلوس يشتروا بيها السلاح. وبالنسبة لعيلة القاتل، لو الشرطة قبضت عليه هيحتاجوا فلوس كتير طبعا للمحاميين والدفع الكفالة. طبعا فيه ناس في العائلات التانية بتستغل الموقف ده أسوأ استغلال، فبيشتروا الأرض منهم بأبخس الأسعار، وفيه ناس حتى ممكن تديهم فلوس بالربا. الغريب بقى إن الستات في الصعيد بيكون ليهم دور كبير قوي في تحريض الرجالة على إنهم ياخدوا التار، وده بيبدأ من لحظة دفن القتيل، واللي بتأدي فيه الستات نصوص الندب، ودي أغاني بتقولها الستات بتحرض الرجالة فيها على إنهم ياخدوا التار، وبيحطوا الطين والنيلة على روسهم. وفي بعض الستات بترفض معاشرة الرجالة ليهم إلا بعد ما ياخد تاره، وده دور غريب وصعب للستات، بيتعارض طبعا مع حنانهم وضعفهم اللي بنشوفه في غير الأحداث دي. وكمان ممكن أثناء تبادل إطلاق النار بين العيلتين، لما بيكونوا عايزين يحاولوا ياخدوا طارهم مثلا، ممكن حد يتصاب أو ينقتل من أهل البلد ما يكونش له علاقة بالموضوع خالص، وده بيؤدي طبعا لطار جديد مع عيلة تاني. ولو ما عرفوش مين من العيلتين اللي ضرب ولدهم، ممكن يكون طارهم على العيلتين. وبعد ما عيلة القتيل تنجح في عمل خطة وياخدوا طار ولدهم،
بتنطلق الأعيرة النارية بقى في البلد ويفرحوا، وكده الناس تعرف إن عيلة القتيل أخدوا طارهم، وساعتها بس بينصبوا صوان ويتلقوا عزا ولدهم القتيل حتى لو كان مقتول من 40 سنة. طيب يجي واحد ويقول لي يا عمدة، هو مفيش حل للعادة السيئة دي؟ أقول له إن ميعاد نومي جه يا واد عمي ورايح أنعس شوية، وهنعرف الحل في القعدة الجاية إن شاء الله من حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.